الشكر موصول لموقعكم الموقر على تغطيتكم لهذه الندوة الدسمة التي نظمتها مقاطعة بني مكادة بشراكة مع المجتمع المدني بعنوان دور وحدة المدينة وفي تنزيل السياسات العمومية. أولا موضوع شيق يثير عدة تساؤلات حول تدبير عقدين من الزمان، يعني أين هي الاختلالات، الإكراهات، مكامن الخلل. التجربة ديال وحدة المدينة على مستوى الست مدن المغربية، هل نجحت هل فشلت؟ هناك دراسات كثيرة في هذا الباب، خصوصا أنه مؤخرا كاين تقارير ديال المجلس الجهوي للحسابات على هذه التجربة اللي تنتظر أنها يعني تضعه في فوق طاولة الدوائر. أنا جد سعيد بالتواجد ديالي مع الإخوان سي غيلان نائب العمدة وسي كذلك سي بوزيدان، واللي عندهم حتى هما تراكمات في هذا المجال ديال تدبير الشأن المحلي. عايشت فعلا نقدر نسمي راسي مخضرم، عايشت المجالس ديال المجموعة الحضرية والجماعات الثلاث اللي كانت في آنذاك إبان ديك الفترة ديال التسيير الشأن المحلي، اللي هي جماعة بني مكادة وجماعة الشرف وجماعة طنجة. بطبيعة الحال يعني الإرهاصات الأولى بدأت منذ خطاب سيدنا في التسعينات، واللي كانت واحد الإشارة، هي الإشارة الأولى للسلطات المحلية، واللي أن أعطى يعني الإشارة أن السلطات تواكب وتخلى على ذيك يعني الوصاية اللي كانت، وكانت كنا حاسين بأن يعني التجربة هذه ما تكون في 2003. والدليل على ذلك في 2002 كانت الانتخابات البرلمانية مقسمة سواني، يعني سواني ومغوغة، وكان جوج المقاعد في سواني إضافة لبني مكادة، إضافة كذلك للمدينة. هذه كان يعني في حل واحد الترتيبات الأولى. من بعد وقع هذا التقسيم ديال الترابي لا يعني بالنسبه لبني مكادة سواني مدينه ومقاطعه مغوغة في اطار وحده المدينه، واللي كما ذكر سي بوزيدان والاخ سي غيلان كانت هي يعني السبل ديال ايجاد بعض الحلول اللي كانت يعني كتشكل عائق بالنسبه للمجالس المنتخبه، واللي كانت هي تداخل اختصاصات. أشكر المجتمع المدني لمقاطعة مغوغة، وكذلك أشكر مقاطعة مغوغة لأنها دعمت هذه المبادرة اليوم الندوة. في الحقيقة نظام وحدة المدينة أتى ليجيب على مجموعة من الإكراهات ومجموعة من الاختصاصات التي كانت عند المجموعة الحضرية قبل هذا النظام ديال وحدة المدينة، وبالتالي النظام المجموعة الحضرية كان سقط واحد مجموعة الإكراهات وكذلك مجموعة ديال السلبيات. جاء نظام وحدة المدينة بداية من 2003 مع المدن الستة باش يصحح هذه المجموعة ديال الإكراهات كما قلنا، من تضارب اختصاصات، من العدالة المجالية، من التناسق الحضري، من واحد مجموعة الأمور. وبالتالي جاء نظام وحدة المدينة لكي يصلح هذه الإكراهات والسلبيات، فإذا به هو بنفسه يسقط في سلبيات مشابهة لهذه التي ذكرنا قبل قليل، ومنها التضارب الاختصاصات بين الجماعة وبين المقاطعات. الجماعة عندها رئيس ديالها، المقاطعات عندها رئيس ديالها، مجالس مختلفة، المقاطعات لا تتوفر على الإمكانيات المالية الضرورية، ما عندهاش يعني ميزانية كما هو متعارف عليه، الميزانية ديال المداخل وديال المصاريف، ما عندهاش كذلك المقاطعة عندها ما عندهاش الشخصية الاعتبارية. المقاطعة يمكن لا تلقى هبات ولا معونات، ولا يمكن لا ترفع قضايا على الناس اللي ضروها. وبالتالي هذا النظام هذا فعلا جاب مقاطعة أن وحدة ديال القرب، ولكن ما يمكنناش واحد مجموعة ديال الإمكانيات باش تحقق هذا الهدف. وبالتالي بقات المقاطعات لحد اليومنا هذا عندها واحد العجز كبير، بما فيهم يكون حنا عندها واحد العجز كبير في تحقيق طموحات الساكنة، لأن الإمكانيات المالية ولا الموارد البشرية خصوصا مع التوقيف ديال التوظيف، بقات المقاطعات عاجزة أنها تلبي طموحات ديال الساكنة واللي ارتفعت يعني بعد 2011. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.